مساء الأنوار يا أحلى عيلة في الدنيا، عيلة توتة وماجي في كل مكان. وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. أنا النهاردة جاية وجايلكم بقصة جميلة جدا، واثقة ومتأكدة إنها هتعجبكم، وده لأنها بقلم الجميلة المبدعة المتألقة آية الموافي. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا ونشوف قصة النهاردة بتحكي عن إيه. محمد كان عنده 50 سنة، سايق العربية ومش طايق نفسه. أنا احترت فيه أعمل فيه إيه بس؟ أنا مش هسمح له يكون زيه ما كملش كلامه ووقف العربية مرة واحدة لما لقى إن في واحدة قاعدة في الشارع وبتعيط. نزل من العربية بسرعة. انت يا بنتي، هو في واحدة عاقلة تقعد في نص الشارع كده؟ افرض معرفتش اوقف العربية في الوقت المناسب، كان ايه اللي حصل بقى؟ ها؟ حتى انت كمان بتزعقلي؟ انا عملت لكم ايه لكل ده؟ انا عمري ما هسامحكم ابدا. بس وطي صوتك، الناس هتفكر اني بعمل فيكي حاجة، الله يخرب بيتك. قومي يا مصيبة انت من على الارض واهدي كده واحكي لي انت بتعيطي ليه. تالا قامت من على الارض ومسحت دموعها. وانت عايزني احكي لك ليه يا عمو؟ عشان لو عرفت اساعدك هساعدك. انت باين عليك ان انت واحدة غلبانة والدنيا جت عليكي شويتين. شويتين بس؟ قلت 3 4 شويات، ده انا اغلب من الغلب والله. شكلك كده لمضة. اركبي العربية يلا وقولي لي بقى ايه اللي مزعل القمر كده. كانت لسه هتتكلم بس هو قطعها. انا عارف هتقولي ايه يا ستي، ما تخافيش وانا مش هخطفك ولا هعملك حاجة. اركبي يلا. ايه ده؟ ومين قالك اللي انا كنت هقول كده؟ انا كنت هقولك لو عايزني اقولك على حياتي كلها وافضح اسرار عيلتي، واي حد يعرفني يعزمني على حاجة اشربها، زي مثلا شاورما كرب كده يعني. كلك ذوق بقى. اوعى تفتكر ان انا مفجوعة. اصل بصراحة كده انا ما اكلتش بقالي يومين تقريبا، وحاسة خلاص السر الالهي هيطلع كمان شوية. طب اركب العربية يا مصيبة، عما نروح مطعم وهناك تحكيلي على كل حاجة. تلا هزت راسها وركبوا العربية. وفي مكان تاني كان عاصي واقف في نص الشركة وبيبص على كل حاجة حواليه زي الصقر. دخل عاصي مكتبه وتنهد الموظفين بارتياح. الحمد لله انه دخل على مكتبه. انا كل لما بشوفه بخاف لكون عملت حاجة غلط وانا مش واخد بالي. ده عامل زي الصقر اللي بيفضل متابع فريسته لحد ما تيجي الفرصة المناسبة وينقض عليه. انا بجد بخاف منه قوي. هو ازاي مخيف قوي كده؟ اول لما بشوفه جسمي بيتلبش وكأنه هيخلص عليا. مش انت لوحدك يا ليلى، ده الطبيعي اصلا. امال هو بقى ملقب بالذئب ليه؟ عشان يفترس اي حد يفكر ان هو يعاديه او يقف قدامه. ده مش اي حد، ده ذئب الاقتصاد. وعند تالا كانت قاعدة في المطعم وبتاكل. يا بنت انطقي وقولي اي حاجة، هو انا جايبك هنا عشان تاكلي وبس؟ ما الاكل اللي حلو بزيادة يا عمو، اعمل ايه يعني؟ عموما انا الحمد لله خلاص اهو شبعت. ها يا عمو، عايز تعرف ايه بقى؟ عايز اعرف انت كنت قاعدة في نص الشارع ليه وبتعيطي ليه؟ انا كنت قاعدة في الشارع عشان ما بقاش ليا مكان اروحه تاني. اصلا انا بعيد عنك، هربت من البيت. نهار ابوكي مش معدي وبتقولها في وشي كده؟ هربت من ابوك وامك ليه يا بنت انت؟ وعشان ايه؟ اوعي يكون حد ضحك عليكي وخلاكي تهربي. اوعي تعملي كده يا بنتي، ده هيخلى بيكي يا عبيطة. الصنف ده ملوش امان، اسمع مننا. اه يا عمو سيب وداني، والله ما حصل اللي انت بتقول عليه ده. انا ما هربتش من بابا وماما، والله ما عملت كده، ولا اعرف اصلا حد عشان اهرب معاه. لا والله. مش انت اللي لسه قايله انك هربت من البيت؟ بتنكري ليه دلوقتي يا كدابه انت؟ يا باي ودني هتطلع في ايدك يا عمو، حرام عليك. انا هربت بس ما هربتش من بابا وماما. انا بابا وماما الله يرحمهم اصلا. ايه ده بجد؟ امال هربت من مين؟ مش فاهم. هربت من عمه وابنه. شريف ابن عمي عايز يتجوزني غصب عني، وانا بكرهه وما بطيقهوش. وبعدين ده عنده 35 سنة، يعني عجوز. هعمل ايه انا بعجوز ده؟ هو انت عندك كام سنة على كده يا بنتي؟ انا عندي 18 سنة. شايف يا عمو فرق السن اللي ما بيننا قد ايه؟ ده غير كمان ان هما بيعاملوني وحش قوي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ده بدل ما يكونوا السند والحماية ليكي. انا بجد مش عارف الناس اللي زي عمك وابنه حالهم هيتصلح امتى. عموما يا بنتي انا مانيش هسيبك، انا هخليكي تقعدي في شقة من املاكي لحد ما ربنا يفرجها. ايه ده؟ انت بتتكلم بجد يا عمو؟ طب تصدق وتأمن بالله. لا اله الا الله. انا اول لما شفتك قلبي اتفتح لك. اول لما شفتك والله حسيت كده ان انت طيب وابن حلال. وانا اول لما شفتك قلت عنك بكاشة وطلعت فعلا كده. اصل بعيد عنك انا بفهم الناس من اول نظرة، وعرفت ان انت لمضة. انا لمضة يا عمو؟ خالص، ده انا نسمة. طيب بما اننا كلنا كده يعني انا وانت كلنا عيش وملح مع بعض يا عمو، فانا عايزه اطلب منك طلب، ممكن؟ اطلبي يا اختي اما نشوف اخرتها معاكي ايه. انا شبعت الحمد لله يا عمو، بس ممكن بعد لما اروح البيت اجوع،
واكيد ده مرضيش حضرتك طبعا، فممكن تطلب لي اكل واخده معايا واحنا ماشيين. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. انا مش عارف عمك ده كان عايز يجوزك ابنه ليه؟ ده انت كده كنت هتخربي بيته. انا يا عمو فشر؟ ده انا اكتر امرأة موفرة في الدنيا دي. ممكن بقى تخليه يزود التومية، اصل انا بحبها قوي. ضحك محمد عليها وعلى لمضتها. ده انت مشكلة والله. ماشي يا ستي، هعملك كل اللي انت عايزاه. وعند عاصي كان بيراجع الاوراق اللي مضي عليها لحد ما سمع صوت خبط على الباب. ادخل. اهلا بيك يا عاصي. انت مين؟ انا اللي الوالد بعتني ليك عشان لو مناسبين لبعض نتجوز. قام عاصي من على الكرسي مرة واحدة. نعم؟ انت بتقولي ايه؟ جواز ايه وبتاع ايه؟ ايه اللي انت بتقولي عليه ده؟ اطلعي بره. افندم؟ انت قلت ايه؟ بقول لك تطلعي بره، انت ما بتفهميش ولا ايه؟ اطلعي بره بدل ما نادي على الامن يطردوكي هما بره. ده ايه قله الذوق اللي انت فيها دي؟ انا غلطانه اصلا ان انا جيت وعبرت واحد زيك. خرجت بعصبيه وهو اتصل على باباه. كان محمد قاعد مع تالا في العربيه وبيسوقها. استر يا رب، اكيد فاطمه راحت له. اول لما فتح الموبايل سمع عاصم اتكلم بعصبيه. انت ايه اللي انت عملته ده؟ انت ازاي تبعت لي واحده اشوفها عشان اتجوزها؟ انا قلت لك كذا مره يا بابا انا مش هتنايل على عينك اتجوز، فكك مني بقى. عاصي احترم نفسك. انت ازاي تتكلم مع ابوك بالاسلوب ده؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ وبعدين هو ايه ده اللي ما انتش عايز تتجوز؟ مسيرك في يوم هتتجوز وغصب عنك، انت فاهم ولا لا؟ عاصي كان لسه هيرد عليه بس محمد قفل في وشه. في ايه يا عم؟ انت متعصب كده ليه؟ في حاجه؟ وقف محمد العربيه مره واحده وحط ايده على راسه. عمو انت كويس؟ في ايه اللي حصل وزعلك قوي كده؟ هو انا ينفع استغلك يا تالا؟ ايه؟ تستغلني؟ تستغلني ازاي يعني؟ ساق محمد العربيه على الفيلا بتاعته. لما نوصل هناك هقولك على كل حاجه. استر يا رب. وبعد شويه وقف قدام الفيلا. احنا وصلنا خلاص، انزلي يلا يا بنتي. هو احنا فين يا عم؟ احنا في بيتي، ادخلي معايا يا بنتي يلا. في بيتك؟ ليه؟ هرسوح، هو انت طلعت منهم ولا ايه يا عم؟ هقول كده بقى. اصلا انا قلت ان مفيش حد بيعمل حاجه من غير مقابل في الزمن ده. اخصى عليك والله ما كنت اتوقعها منك. خلصت خلاص؟ تعالي ورايا يلا، في ظرف ثانيه الا ثانيه لاقيكي ورايا. فاهمه ولا لا؟ ده ايه ده؟ هو قلب مره واحده ليه كده؟ وانا مال انا؟ هو قال لي يعصبه ده؟ يعني ابنه يعصبه وانا اللي البس في الاخر؟ سمعت تالا صوته وبيزعق باسمها فجريت على جوه بسرعة. أنا خلاص جيت أهو يا عمو. جه آسر الأصغر من عاصي ب2 سنين. في إيه يا حاج؟ أنت بتزعق كده ليه؟ ومين البنت اللي بتزعق باسمها دي؟ أوبا، دي مين دي؟ لا ما تقولش إنك اتجوزتها على ماما الله يرحمها يا بابا ولا إيه؟ أنا ما كنتش أتوقع منك كده يا حاج. طب هات واحدة كبيرة شوية أو حتى تليق على سنك. محمد رفع إيده ونزل بيها على وشه. اتلم يا قليل الرباية، أنا مش ناقص هزارك التقيل ده، أنت فاهم ولا لأ؟ ايدك بتلسع قوي يا حاج. من يد ما نعدمها يا رب. ممكن تقولي ايه اللي معصب الجميل كده؟ اخوك البارد اللي هيغلطني في اليوم. انا بجد خلاص زهقت وطهقت منه. بس خلاص زمن الصبر راح. انا اديت له فرص كتيره قوي على امل انه يتغير، بس كفايه قوي لحد كده. برضه على نفس الموضوع ده؟ معلش يا بابا سيبه، وباذن الله هيجي اليوم اللي يمسك في ايد عروسته. ده غبي والله، بقى في حد يطول يتجوز في الزمان ده؟ اسيبه ايه اكتر من كده؟ انا ابني خلاص داخل على ال30. ابني وارث برود اخويا، وارث منه طبعه الزفت. انا اخويا ما كانش بيعمل اي حاجه في حياته غير انه يتنيل ويشتغل وبس، وكان رافض فكره الجواز. انا كنت مفكر ان اخويا ممكن يعقل ويتجوز ويكون اسره، بس للاسف الزمن عدى وما بيعملش اي حاجه في حياته غير الشغل وبس. وفي الاخر اخويا مات وهو لوحده في بلد غريبه عنه عشان الزفت الشغل، ولا كان ليه عيل يورثه ولا حتى يسنده. انا مش هسمح لاخوك يضيع عمره على الشغل وبس زي ما عمل اخويا الله يرحمه. مش هسمح بكده يا ياسر. استهدى بالله بس يا بابا، وان شاء الله هنلاقي حل. بس انا لقيت الحل وخلاص، ما عادش غيري تنفيذه بس. كانت تالا بتبص عليه بحزن واتأثرت، بس برقت بصدمة لما سمعت كلامه. انا هجوز اخوك عاصم من ورا التوكيل اللي هو عملهولي. هجوزه تالا. تالا؟ تالا مين يا عمو؟ اكيد مش تالا انا، صح؟ اكيد في تالا تانية غيري مش كده؟ لا ما فيش حد غيرك، انت اللي هتتجوزي ابني يا تالا. نعم؟ هتجوزه ازاي ولا مؤاخذة يعني؟ ايه يا عمو الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ بقى انا اهرب من جوازة عشان البس في جوازة تانية؟ وهو انت هتقارني الجربوع ابن عمك اللي عايز يتجوزك بابني؟ انا ابني احسن منه بمراحل، بس هو يعني عصبي حبتين. بابا قصدي عصبي شويتين، وممكن يكون قاسي شويتين. بابا قصدي يعني 3 4 شويات كده، ومفتري وقادر 3 حبات كده.
بابا ما تتنيل تخلص بقى، ده انت لو قصدت تطفشها مش هتعمل كده. يا صلاة العيد يا صلاة العيد، يعني هو قاسي وعصبي وقادر ومفتري وعايزنا نتجوزه؟ طب سكة السلامة انا بقى يا حاج. كانت لسه هتمشي بس هو قرب منها بسرعة ومسك ايديها واتكلم برجاء. عشان خاطري يا بنتي وافقي، انت الوحيدة اللي هتعرفي تغيريه وتغيري دماغه الناشفة دي. انا يا عمي؟ هو شكرا والله على ثقتك الغالية دي وكل حاجة، بس ليه انا الوحيدة اللي هقدر اغيره؟ ما في بنات كتيرة حواليك وتقبل تعمل كده، اشمعنى انا؟ عشان انت جميلة ودمك خفيف ولمضة، وده النوع الوحيد اللي هيجي مع عاصي. عاصي ابن جديد وعاوز واحدة ذكية تتعامل معاه، ومفيش واحدة انسب منك ممكن تعمل كده. مين دي اللي ذكية؟ انا؟ وهو انا لو ذكية يا عمو كان فد بقى حالي يا حسرة. بس عموما موافقة، اصلا انا لو رفضت هيحصل خيارين، يا اما ترميني في الشارع يا اما عم هيلاقيني هو وابنه وهيجوزوني ليه غصب عني، وانا عندي يحصل اي حاجة اللي اني اتجوزه. يبقى اتفقنا. انا اسف يا بنتي ان انا بستغلك، بس انا اب وعايزه اشوف ابني اسعد واحد في الدنيا دي. روح يا آسر هات المأذون والمحامي، وحسك عينك اخوك يعرف اي حاجة. ايه ده؟ انت هتعمل كده بجد يا بابا؟ انت عارف لما عاصي يعرف ايه اللي هيحصل؟ ولا يقدر يعمل اي حاجة. اسمع الكلام ونفذه من غير اي نقاش، فاهم ولا لا؟ طب ممكن يعني يا حاج تجوزني انا كمان للبت بتاعتي؟ الا ربنا يسترك دنيا واخره. محمد بصله بغيظ وكان لسه يقلع اللي في رجله، بس آسر جري على بره بسرعه. انا بجد مانيش عارف الاقيها منين ولا منين. واحد دماغه ناشفه وهيضيع نفسه، والتاني لو ما تهزقش كل يوم ما يعرفش يعيش مرتاح. هو ابنك اللي انت بتتكلم عليه ده يا عمو ممكن يعمل فيا حاجه؟ ولا يقدر يعمل معاكي اي حاجه طول ما انا في ظهرك يا بنتي. انت متأكد يا عمو؟ يعني مش هتخلع والبس انا في وش المدفع؟ بنت عيب عليكي، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت شايفاني عيل قدامك ولا ايه؟ لا طبعا. حس بقى كده انا هطمن واحط في بطني بطيخه صيفي. عدى الوقت وآسر جه ومعاه المأذون والمحامي. بدأ محمد يعمل الإجراءات اللي قاله عليها لحد ما بقت تالة مرات عاصي. يا ألف ألف مبروك. تصدقوا إن أنا أول مرة في حياتي أشوف عروسة من غير عريس؟ لا وكمان الأوكس إن العريس بذات نفسه ما يعرفش. هو أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ اطلع بره، أنا مش طايق أشوف وشك يالا. بقى كده يا بابا؟ طب إيه رأيك بقى إن أنا هروح أقول لعاصي على كل حاجة؟ ما تقول له يعني أنا هخاف يعني؟ وبعدين ما هو كده كده هيعرف النهارده. تبقى عملت فيا جميله والله لو انت اللي قلت له. ايه ده؟ ده انت بايع القضيه بقى. ماشي يا حاج، انا هروح اقول له وهنشوف هو هيعمل فيك ايه. راح قاسل للشركه ودخل المكتب بتاع عاصي من غير ما يخبط. هو انت بهم ياض؟ انت ما تتنيل تخبط قبل ما تدخل. خبط ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ بقى انت سايب المصيبه اللي حصلت من ورا ظهرك وماسك في الباب. مصيبه؟ مصيبه ايه دي انت؟ اسكت يا عاصي، شفت ابوك عمل ايه؟ عيني عليك وعلى الصدمة اللي هتاخدها والله. هتتنيل تنطق وتقول في ايه ولا اقوم لك انا واخليك تنطق بمعرفتي؟ لا. وعلى ايه؟ انا بقول انطق بكرامتي احسن. اللي حصل يا سيدي يا سيدي الفاضل هو ان ابوك المحترم اللي هو ابويا انا يعني جوزك لواحدة زي القمر بالتوكيل اللي انت عامله له. ايه؟ انت قلت ايه؟ اسر انت بتهزر صح؟ كان نفسي اكون بهزر بس للاسف ده حقيقي. ابوك خلاني اجيب المأذون والمحامي وجوزك ليها. بس بصراحه يا عاصي البنت فلقت قمر. وآسر ما كملش كلامه لان عاصي امن مكانه ومره واحده اداله لكمه. انت بتقول ايه؟ ده انت نهار ابوك مش معدي انا هطربق المكان ده على دماغك. وشي ده ايه الافتراء بتاعك ده؟ حرام عليك يا مفتري. وبعدين هو انا مالي يعني؟ هو انا اللي جوزتها لك ولا هو؟ اداله عاصي اللكمه التانيه واتكلم بعصبيه. مالك بقى انت اللي تروح تجيب المأذون والمحامي ليه بنفسك وما تقوليش على اللي بابا هيعمله في الاخر تقول لي انا مالي؟ ده انا هروح فيك في 60 داهيه. ابعد عني يا مفتري. هو عشان انت بعضلات يعني هتفتري على خلق الله ولا ايه؟ وبعدين ما بابا اللي حرك عليا اني ما اقولكش يرضيك يعني اقول له لا وابقى ابن عاق؟ ايه عايزهم يقولوا الابن اللي ما بيسمعش كلام ابوه اهو؟ لا طبعا ما يرضنيش، زي ما انت مش هيرضيك اللي هعمله فيك دلوقتي. خلص عاصي كلامه من هنا وهجم عليه من هنا. وبعد شويه كان محمد وتالا قاعدين بيتكلموا مع بعض، بس قاموا من مكانهم بخضة لما سمعوا صوت زعيق. دخل عاصي البيت وقرب منهم وجار آسر اللي ملامحه بقت متخرشمة على الآخر واتكلم بعصبية. ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ انت ازاي تجوزني من غير ما اعرف؟ ولد انت ازاي تعلي صوتك كده؟ احترم نفسك، انا ابوك.
قرب عاصي اكتر بعصبية، ومحمد اتكلم بتوتر: انا افتكرت ان ورايا مشوار مهم جدا، يلا هسيبكم انا لوحدكم بقى مع بعض يا عرسان. برقت تالا بصدمة، ومحمد جري على بره بسرعة. هو ده اللي هتكون واقف في ظهري؟ هو ده اللي مقلقش يا عمي؟ ساب عاصي اسر فجري اسر على بره هو كمان، وقرب من تالا: هو انت بقى اللي ابويا جوزك ليا؟ على حسب. بص، هو في الحالة دي فلا، بس قدام الإجابة هتكون بإذن الله. بس المهم تهدى انت بس. انت كمان دمك خفيف وبتهزري؟ انا دم خفيف؟ ربنا يكرم اصلك يا باشا والله. اطلعي بره، انا هطلعك وارميكي بره، مش على اخر الزمن اكون متجوز واحده زيك. وانت كنت طول اصلا تتجوز واحده زي يا معنس انت. معنس؟ انا معنس؟ احمرت عيونه من كتر الغضب، فهي كانت خايفه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت ملبوس ولا ايه يا اخ انت؟ دخل محمد البيت بس وقف بعيد عنه. اعمل حسابك يا عاصي، انت لو طلقتها لا هتبقى ابني ولا اعرفك. ضغط عاصي على ايده جامد وجز على اسنانه بغيظ، وجري يتالي على محمد بسرعه واستخبت وراه. بقى كده يا عمو؟ بقى دي اخرتها؟ بقى بتسيبني وتخلع انت؟ بس رجعت تاني عشانك اهو، عشان تعرفي بس انا بعزك قد ايه يا بنتي. طبعا انا واخده بالي يا عمو. طب ممكن تلحقني من عم هولاكو ده، لاني حاسه انه هيبلعنا احنا الاتنين. ما تقلقيش يا بنت طول ما انا معاكي، هو مش هيقدر يعمل لك اي حاجه. ربنا يستر. بص محمد على عاصي ولقى بيبص له بعصبيه شديده. انت بتتبرى مني يا بابا؟ بتتبرى مني انا عشان دي؟ ومالها دي بقى ان شاء الله يا عينيا؟ لا بقولك ايه، ما تطوليش لسانك، انا حايش عنك بالعافيه. حاضر اهو، سكت. عاصي عيب تتكلم عليها كده، دي مراتك ولازم تحترمها. صدقني يا عاصي، انت لو طلقتها وما اعتبرتهاش مراتك لا هتكون ابني ولا انا اعرفك. بص عاصي عليهم بغيظ هما الاتنين وخرج بره. اتنهد الاتنين براحه. الحمد لله جت سليمه، ربنا يستر بقى في اللي جاي. محمد بص على تالا ولقاها بتبصله بغيظ. في ايه يا بنتي؟ انت بتبصيلي كده ليه؟ لا ولا اي حاجه يا عمي، انا طالعه الاوضه عن اذنك. طلعت تالا فوق، وآسر دخل البيت واتكلم وبيبص حواليه بخوف. هولاكو مشي صح؟ الحمد لله يا رب. يا وش ديانا، منك لله يا مفتري، هشوف فيك يوم يا رب. انا اكتر حاجه عجباني في الموضوع ده هو العلقه اللي انت اخدتها دي. بقى كده يا بابا؟ ماشي يا حاج، مش شاكرين، بس خليك فاكرها ها. محمد بص عليه بسخريه وسابه ومشي. وآسر حط ايده على وشه وصرخ بوجع: ده مش اداني علقه، ده فرمني. منك لله يا عاصي، هشوف فيك يوم يا رب. وبالليل رجع عاصي البيت متأخر كعادته بعد ما خلص شغله، واتصدم لما لقى تالا نايم على السرير. انت يا بني ادمه انت، ايه في ايه؟ مين راح؟ انت بتعملي ايه هنا على السرير بتاعي بتاع انت؟ هو انت مصحيني عشان تقولي كده؟ وبعدين هكون بعمل ايه يعني؟ نايمه ولا انت شايف ايه؟ وانت تنامي على سريري ليه ان شاء الله؟ امال انا انام فين يعني؟ يا اخويا ما تنام على السرير، هو انا كنت منعتك؟ ولا انت عايزني انام على الارض مثلا؟ يا مكتمل الرجوله انت. بص لها عاصي بغيظ وما ردش عليها، واخد هدومه من الدولاب ودخل الحمام عشان ياخد حمامه ويغير هدومه. ابتسمت تالا وكملت نوم، وهو خرج من الحمام بعد شويه وبص عليها بضيق ونام على السرير. انت بتعمل ايه؟ انت شايفه ايه؟ بتخمد ولا عندك مانع؟ وانت بتتخمد جنبي ليه بقى ان شاء الله؟ قوم من جنبي لو سمحت، احنا هنهرج ولا ايه؟ نعم، هو مش انت اللي قايله لنا من هنا؟ يا اخويا هو انا كل حاجه اقولها لك تنفذها؟ يعني لو قلت لك ارمي نفسك من الشباك هتعمل كده؟ يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزاك تقوم من جنبي وتنام على الارض. نعم يا روح خالتك. مسكها من قفاها واتكلم بغيظ. انت قلت ايه؟ عيدي تاني كده، انت قلت ايه؟ يا ماما، هو انت بتتحول بالسرعه دي ازاي؟ انا كنت بقول لك نام في الحته اللي تعجبك، ده السرير منور بيك والله. بص عليها ببرود وفرد جسمه على السرير. نام، نوم الظالم عباده. انا نومي خفيف فمش عايز اسمع صوتك ده خالص. صحيح، بكره الجمعه، يعني ده اليوم الوحيد اللي بصحى فيه براحتي، فحسك عينك تعمل اي صوت او دوشه، مفهوم؟ علم وينفذ يا كبير. عاصي نام وهو حاطط المخدة ما بينهم، وهي نامت هي كمان. تاني يوم كان عاصي نايم بس صحي على صوت دوشه بره. ده ايه ده؟ ده ايه الصوت ده؟ بص حواليه وملقاش تالا. خرج بره واتصدم لما لقاها ماسكه الطبله وبتطبل في ست بتغني: عندي بيت ام فاروق، هاي هاي، والشجره طرحت برقوق، هاي هاي، واللي بحبه طلع مجنون يا ابو لسه نايلو. كانت الست لسه هتكمل غنى بس اتخضوا هما الاتنين لما سمعوا عاصي وبتكلم بعصبيه: بس انتوا الاتنين اسكتوا، هو ايه اللي بيحصل هنا ده؟
خضتني يا عاصي، حرام عليك. ولما اقطع الخلل بقى دلوقتي هتكون مبسوط يعني؟ انت تخرسي خالص. وبعدين مين دي؟ لا اله الا الله، هو انت مش قلت لي اخرس؟ بتسألني دلوقتي ليه؟ طيب. بص عليها بعصبية وما كانش طايق نفسه. خلاص خلاص، اقدم لك يا سيدي ام فاروق بذات نفسها. ودي بتعمل ايه في بيت ان شاء الله؟ انا اللي بزف العرايس وبعمل الحنة يا بيه. بسم الله ما شاء الله، عروستك زي القمر. بتزف العرايس؟ بتزف العرايس، ما انا عروسة بقى ومن حق اتدلع. تمام يا ام فاروق، انت عملت الواجب وزيادة، وكتر خيرك قوي على كده. فهمت ان هو بيوزعها فمشيت، وتلا وقتها كانت متوترة جدا. انت رايحة على فين يا ام فاروق؟ لسه في اغنية سكسك بالليمون واللي بحبه طلع مجنون. ما ردتش عليها لانها كانت مشيت. تلا بصت قدامها ولقت هو واقف قدامها بالملي. رجعت لورا بسرعة واتكلمت بخضة. بسم الله الرحمن الرحيم، هما بيطلعوا امتى دول؟ جايبالي واحدة تزفك يا معدومة الدم والضمير. هو مش انا قلتلك ما تتنيليش تعملي اي دوشة؟ ولا البعيدة بقى ما بتفهمش؟ انا مش بفهم؟ طب ايه رأيك بقى ان انت اللي ما بتفهمش؟ عاصي خلاص كان جاب اخره منها وكان لسه هيمسكها، بس هي جرت على تحت بسرعة وجري وراها وهو بتعصب جدا. خدي هنا يا زفت انت، والله لو اوريك يا تالا. تعال هنا. تالا بخوف وهي بتجري على تحت. الحقوني يا عمو، الحقني يا عمو. وقتها محمد كان قاعد على الكنبة وبيقرأ الجورنال، بس قام بخضة لما سمع صوت زعيق. ايه في ايه؟ الحقني يا عمو، ابنك المجنون ده عايز يمد ايده عليا. ده ايه المصيبة السوداء اللي انت جوزتها لي دي يا بابا؟ لو سمحت ابعد من قدامها، خليني اشوف شغلي معاها. لا لا، بالله عليك يا عمو ما تبعد. انت عملت ايه مصيبة انت؟ ده انا غلبانة والله يا عمو، هو انا بعمل حاجة اصلا؟ انت غلبانة انت؟ طب ابعد من قدامها كده يا بابا وهاتها لي لو سمحت. اوعى تعملها وتبعد يا عمو، ازعل منك والله، ده ممكن يمد ايده عليا. هي حصلت يا عاصي تمد ايدك على مراتك وانا موجود كمان؟ صدقني يا عاصي، انت لو حاولت تعمل اي حاجة لمراتك انا اللي هقفلك. عاصي بصلهم بغيظ وخرج لبره بعصبية. انت عملت ايه يا بلوى انت؟ انا هقول لك يا عمو، وانت اللي تحكم بقى مين فينا اللي غلطان. تالا حكت له كل اللي حصل وهو قاعد يضحك. يخرب بيت عقلك يا مجنونة، دي هبت منك على الاخر. عموما بالراحة شوية على الواد عشان انت مش قده. سيبك دلوقتي من الواد يا عمي، هو فين الفطار؟ اكيد يعني في هنا اكل، ولا انتوا جايبيني هنا تجوعوني؟ لا في اكل يا طفل. تعالي ساعدينا نحط الاكل على السفرة عشان الخدم واخدين اجازة النهاردة. بس كده يا حاج، من عينيا الاتنين دول. حضروا الاتنين الفطار وقعدوا يفطروا، وبعد شوية دخل عاصي البيت وهو متغاظ جدا، ولقى تالا قاعدة بتلعب شطرنج مع محمد وهما الاتنين بيضحكوا. يا بنتي والله العظيم ما بتعرفي تلعبي. انا يا عمو فشر، ده انا الشطرنج كده ايه ما عنديش فيه، ياما ارحميني. بقولك ايه عصومي، ما تيجي تلعب مع باباك وتاخد لي حق منه، ده كل شويه يغلبني وانا عايزه حد يغلبه. روحي العبي بعيد يا شاطره. بقى كده يا عاصي؟ قول كده بقى، انت اكيد خايف تلعب معاه لا يعلم عليك وتخسر، صح؟ اخسر؟ انا عمري ما اخسر. بجد؟ طب اثبت لي. بعون الله هغلبك يا بابا 5-0. ده عندها، ده انا كينج الشطرنج يالا، ده انا اللي معلمك اصول اللعبه. عاصي بص عليه بتحدي وبدأ يلعب معاه. محمد كان مبسوط جدا عشان قاعد مع عاصي بيلعبوا مع بعض زي زمان، ومحمد بص على تالا بامتنان وهي غمزت له. وبالليل دخل عاصي الأوضة، لقى تالا رايحة في سابع نومة، قعد على السرير جنبها وتأمل ملامحها شوية، بس هي اتخضت لما فتحت عينيها مرة واحدة. ايه ده؟ انت كنت بتراقبني وانا نايمة؟ حط عاصي ايده على قلبه بخضة. الله يخرب بيتك يا شيخة، كنت هتقطعي لي الخلف. انت مجنونة يا بنت انت ولا ايه؟ لا مش مجنونة، بس لما حد بيركز معايا وانا نايمة بقلق من النوم وبحس بيه. انت قصدك ايه؟ قصدك ان انا كنت مركز معاكي انت؟ لا على فكرة انا ما كنتش مركز معاكي ولا اي حاجة. والله؟ طب عيني في عينك كده. بصت له تالا في عينيه فتوتر وبعد نظره عنها واتكلم بعصبية. انت واحدة غبية، وانا هركز معاكي ليه يعني؟ اصلا من جمالك ولا ايه؟ انت اصلا وشك يقطع الخميرة من البيت. دخل عاصي الحمام وهي اتصدمت. انا غبية ووشي يقطع الخميرة من البيت؟ طيب والله العظيم لما اوريك يا عاصي، بس الصباح رباح بقى، ان ما كننتك ما بقاش انا.
غمضت تالا عينيها بغيظ، وبعد شوية راحت في سابع نومة. وتاني يوم صحيت تالا من النوم، ولما ما لقيتهوش في الأوضة أو الحمام عرفت إن هو بيتمرن في أوضة التدريب، فابتسمت بخبث وأخدت كل هدومه ودخلت الحمام وحطتهم في البانيو وملت البانيو مية. ابقى قابلني بقى يا عصبي لو لقيت حاجة تلبسها وتروح بها شغلك. خرجت تالا من الأوضة ببرود ولا كأنها عملت أي حاجة. في الوقت ده سمعت صوت خبط جامد جاي من أوضة التدريب، فراحت على هناك واتصدمت لما لقت عاصي بيلكم كيس الملاكمة بعنف. يا لهوي يا لهوي، هو كمان ملاكم؟ رحت في داهية. يا خسارتك في اللي هيحصل لك يا لوزة. هاجي منين واروح فين؟ ده لو عرف اللي عملته مش بعيد يعتبرني كيس الملاكمة ويفرمني. وقتها عاصي اخد باله من وجودها. انتي واقفة عندك بتعملي ايه؟ وبعدين انتي بتكلمي نفسك ليه كده؟ انت عبيطة صح؟ ها؟ انا؟ عبيطة. قصدي عبيطة؟ قصدي لأ. انا مش عبيطة. هو انا ليه حاسس ان في حاجة؟ انت عملت مصيبة ايه يا مصيبة وبلوى انتي؟ انا؟ وانا هكون عملت ايه يعني؟ ولا حاجة، ده احنا حتى لسه على الصبح. انا مش مستريح لك يا تلا بصراحة. اخص عليك يا عصومي، ليه بتقول كده بس؟ انا بريء يا بيه. ماشي يا تالا، عموما المستخبي بيبان مهما طال الزمن، خليكي فاكرة ده كويس قوي. رجع عاصي يكمل تمارينه وهي نزلت على تحت وهي حاسة بالخوف. يا ترى لما يعرف اللي انا عملته هيعمل فيا ايه؟ هيفرمني ولا هيعجني ولا هيعمل ايه بالظبط؟ يا عيني عليك يا مرات اخويا، انت بتكلمي نفسك. انا قلت انت اللي هتجنن اخويا، بس يا سبحان الله حصل العكس وهو اللي جننك. تخبيني وتاخد كام يا صاحبي؟ هتداري عليا واديك الامان ولا هتطلع غدار وملكش امان؟ انا مش عارف ليه كده حاسس ان انت عامله مصيبه سودا وعايزه تهربي. لا ما تحسش يا اخويا، اتاكد انا عملت مصيبه ومش اي مصيبه، دي حاجه كده من اللي قلبك يحبها. انت عملت ايه؟ بقولك ايه يا مرات اخويا، لا ابعد عني لحسن اخويا يفكر ان انا مشترك معاك وساعتها يعمل مني بفتيك. اخسع على الجدعنه ما كملتش كلامها واتخضوا هما الاتنين لما سمعوا صوت زعيق عاصي. يا اختي الحقوني، حد يخبيني. نزل عاصي وهو متعصب جدا وعلى اخره. تالا انت فين يا زفت انت؟ والله لو اوريكي. استخبت تالا ورا اسر بسرعه واتكلمت بخوف. انا ما عملتش حاجه، اخوك هو اللي عمل كل حاجه. اخوه مين؟ اخوه هنا؟ وربنا يا عاصي ما عملت حاجه، انت كمان مشترك معاها. طيب خد. لكم عاصي في وشه فصرخ اسر بوجع. وجهي والله ما عملت حاجه، حرام عليكم بقى يا اخي، ربنا على المفتري يا اخي. انت ازاي تحط كل هدومي في البانيو؟ اتزفت اروح الشركه انا بايه دلوقتي؟ يخيبك يا تالا، انت عملت كده فعلا؟ طب اقول لك على حاجه بقى يا عاصي، تستاهل. والله زي ما بقول لك كده، اصل انت واحد مفتري وحلال فيك بقى كل خير. بقول لك ايه يا اسر، غور من وشي، انا على اخري بقى. انا عاصي يتعامل فيا كده؟ انا اللي كل الناس بتخاف مني يحصل فيا كده؟ ده انا ما كانش حد يستجري يحط عينه في عيني، في الاخر تيجي واحده زيك ما تجيش شبر ونص تعمل فيا كل ده. ما هو يوضع السر في اضعف خلقه، ايش فهمك انت؟ وبعدين انت متعصب كده ليه؟ هو انا يعني اللي انا عملته كان بقصدي يعني؟ بص لها وقتها بحده. هو مش من غير قصد قوي يعني. بص، هو انا كنت مفكره ان انت عامل حسابك في طقم كده فبليت كل هدومك عشان اغسلهم، اصلهم كانوا مطربين وشكلهم ما كانش عاجبني. لا والله انت هتستعبطي يا بنت انت ولا ايه؟ انت قاصده وعارفه انت بتعملي ايه كويس قوي. انا يا عصومي اخصى عليك الف خصايه. لا بجد اخصى عليك، ما كانش العشم على فكره. على العموم متشكرين يا رجوله. وسع من قدامها يا آسر، خليني افش غل فيها. اوسع وما وسعش ليه؟ اهي عندك اهي. يا نادية اللي ما عندكش بربع جنيه امان. وقتها مسك عاصي من هدومها جامد واتكلم بعصبيه. انت عارفه انا هعمل فيكي ايه؟ انا هدعكك كده زي ما الهدوم بتدعك في الغساله، وهعصرك بنفسي وهنشرك وهسيبك تحت الشمس لحد ما نفخك يتلسع. وهون عليك يا حصومي، تهون عليك مراتك حبيبتك. بصت في عينيه فتوتر وسرح فيها. ومحمد دخل البيت واتكلم بصدمه. ايه اللي بيحصل هنا؟ انت ماسك مراتك كده ليه يا عاصي؟ كان عاصي هيرد عليه بس اتصدم لما هي عيطت. الحقني يا عمو، تعال شوف اللي ابنك بيعمله فيا. ابنك عايز يمد ايده عليا يا عمو، يرضيك كده؟ نعم، هو مفكرها سايبه ولا سايبه؟
عشان اسيبه يعمل فيكي كده؟ انت كنت هتمد ايدك عليها يا عاصي؟ عاصي فتح بقه وكان لسه هيتكلم. يا عمو حصل، انت مش مصدقني ليه؟ وتخيل كل ده بقى يا عمو ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ كل ده عشان انا ست نظيفه يا عمو. انا لاحظت ان هدومه كانت مطربه فقلت اغسلهم كلهم. ايه اللي عرفني بقى ان هو مش حاطط له طقم على جنب كده ولا كده عشان يلبسه؟ غلطانه انا كده يا عمي؟ لا يا حبيبتي، ما انتش غلطانه، هو اللي غلطان والغلط راكبه من ساسه لراسه. معلش يا حبيبتي، حقك عليا انا. وانت يا عاصي، دول اول واخر مره الاقيك بتعامل مراتك بالشكل ده، انت فاهم ولا لا؟ ده بدل ما تشكرها عشان هي ست نظيفه وهتاخد بالها من نظافه هدومك. يا بابا دي من غير بابا، اللي اقول لك عليه تسمعه يا عاصي. عاصي بص عليها بغيظ ومشي من قدامهم، ومحمد طبطب عليها. معلش يا حبيبتي، هو عصبي شويتين بس انا هعرف اظبطهولك. محمد قال كلامه ومشي، وآسر سقف واتكلم بضحك. الله عليك يا فخر العرب، حرباية بامتياز. حبيبي يا اخو جوزي، الله يكرم اصلك يا رب. مشي وهو بيضرب كف على كف. فعلا والله العظيم ان كيدهن عظيم، ده احنا طلعنا ما نجيش حاجه جنبهم والله. يا عيني، ده الواد اتجنن، عقبال اللي انا متجوزاه باذن الله. دخلت تالا المطبخ عشان تحضر الفطار، وبعد شويه اتجمعوا كلهم على السفره. كان عصبي يبصلها بغيظ، فهي ابتسمت باستفزاز. كل يا عصومي، انت مش بتاكل ليه؟ انت بتتعب في شغلك ولازم تتغذى كويس. بقولك ايه يا بتاع انتي، لسانك ما يخاطبش لساني، انت فاهمه ولا لا؟ شايف يا بابا اللي ابنك بعمله فيا؟ هو عشان انا غلبانه ويتيمه بيعمل فيا كده؟ طب والله ما انا واكله. سابت تالا الاكل وطلعت على فوق. هو انت يا ابني ما بترتاحش غير لما تزعلها؟ انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ روح ورا مراتك دلوقتي حالا وصالحها. نعم؟ اصالح مين؟ ما بصالحش حد انا عصير. انا ما بحبش اكرر كلامي كتير. ايه هتكسر كلمتي ولا ايه عق انت؟ يا بابا دي بتمثل صدقني. اعمل اللي قلتلك عليه يا عاصي، ما تسيبش مراتك غير لما تكون متراضيه منك. حاضر يا بابا، مع اني ما غلطتش اصلا عشان اعتذر، بس اللي حضرتك عايزه. اما نشوف اخرتها ايه بقى مع البنت دي. طلع عاصي لفوق وهو متغاظ جدا. بقى بتمثل قدام ابويا عشان تبان الملاك البريء الطاهر؟ طب والله لا انا موريها. فتح عاصي باب الاوضه ودخل، وكان لسه هيزعق بس اتصدم لما لقاها بتعيط. ايه ده، انت بتعيطي بجد؟ ايه اللي حصل؟ اكيد يعني مش من الكلمتين اللي انا قلتهم لك وهما اللي زعلوكي بالشكل ده. لا اكيد انا ما زعلتش لدرجه ان انا اعيط يعني، بس انا افتكرت بابا وماما الله يرحمهم. رجعت تعيط من تاني، فطبطب عليها بكل حنيه. ما تزعليش، هما اكيد في مكان احسن من هنا بكتير، ادعي لهم انت بس بالرحمه. هزت راسها بحزن، وهو مد ايده بتردد ومسح دموعها، وهي بصت له بتوتر، وهو حس ان ضربات قلبه بتزيد كل لما بيبص في عينيها، فانتفض من مكانه. انا هروح البس اي حاجه من هدوم اخويا وهروح الشغل. خرج عاصي على بره بسرعه وهي كانت مستغربه، هو ماله ده؟ بس قمر قوي ابن الايه. عدى كذا شهر، وكانت تالا كل شويه تعمل مقلب في عاصي وتجننه. وفي يوم العيله كلها جهزت حالها اللي هي عشان يروحوا حفله توقيع عقد. يا بنتي ما تسمعي الكلام وتيجي معانا، مش معقوله كلنا نروح وانت تفضلي هنا لوحدك. ما تحاولش معاها يا بابا، انت عرضت عليها كتير انها تيجي معانا بس هي رفضت. يعني خلاص يا بنتي مش هتيجي؟ ده اخر كلام عندك؟ انا كان نفسي اجي معاكوا عشان اصراركوا ده، بس للاسف انا ما بحبش الجو بتاع الحفلات ده خالص. تمام يا بنتي، اللي انت عايزاه. خرج بره هو وآسر. خلي بالك من نفسك يا تالا. ما تخافش، العفاريت مش هتاكلني. صدقني ان انا غلطان عشان بتكلم معاكي، انا ماشي. خرج عاصل بره بغيظ، وهي فضلت تضحك عليه، وشغلت تالا التلفزيون وقعدت على الكنبه. بس بعد وقت حست ان في حركه في الفيلا. ايه ده؟ هو في عفاريت في البيت ولا ايه؟ هرسوح، يا ريتني كنت رحت معاهم. وقتها سمعت صوت بتكلم من وراها. بس انا مش عفاريت يا تالا. لفت تالا بسرعه وهي خايفه لانها عارفه الصوت ده كويس قوي. ايه ده؟ هيثم؟ هيثم. هيثم ابن عمك اللي انت هربت منه عشان ما تتجوزهوش، وفي الاخر تيجي العيله قبها زي دي وتتجوزي واحد منهم. انت عايز ايه هيثم؟ انت جاي هنا ليه؟ سيبني في حالي. اسيبك في حالك بعد ما كنت ليا رحت لغيري وعايزاني في الاخر اسيبك في حالك؟ فوق يا هيثم، انا عمري ما كنت ليك. انا كل مره كنت بشوفك فيها كنت بقولك انا ما بحبكش ومش بطيئك. ابعد عني بقى يا اخي.
مش هبعد غير لما اخد اللي انا عايزه منك يا تالا. وقتها حست بالرعب من نظرته، فجريت على فوق بسرعة وهي بتصرخ بخوف. دخلت الأوضة وقفلت الباب على نفسها، وهو فضل يخبط جامد على الباب. أخدت موبايلها اللي كان على السرير واتصلت بعاصي، وإيديها كانت بتترعش. الحقني يا عاصي، تعالى الحقني عشان خاطري. في ايه يا تالا، في ايه؟ انا في مكان قريب من البيت، انا جاي لك حالا اهو. قعدت على الارض وفضلت تعيط وهي حاسه بالخوف. افتحي الباب ده، لا كسره على دماغك يا تالا، بقولك افتحي الباب ده. عيطت تالا بخوف، وبعد دقايق قليله سمعت عاصي بتكلم بعصبيه. انت بتحاول تتهجم على مراتي وفي بيتي يا حيوان؟ انا هوريك. انت بقى جوز السنيوره بنت عمي صح؟ انت اللي اخدتها مني، دي كانت بتاعتي انا. وقتها عاصي حس بالغيره وعينيه احمرت من كتر الغضب وهجم عليه. تالا مش بتاعت حد غيري انا هربيك يا حيوان وهعلمك الادب وهعرفك ازاي تتعدى حدودك بالشكل ده. فضل عاصي يلكم فيه لحد ما هيثم كان هيروح فيها وبعد عنه بعدها. انا هسيبك دلوقتي تمشي، بس ما تفكرش انك كده فلت من تحت ايدي، ده لسه التقيل جاي لورا. جري هيثم على بره وعاصي خبط على الباب. افتحي يا تالا، هو مشي خلاص. اول لما قال كده فتحت الباب وفضلت تعيط وهو ضمها ليه، طبطب عليها بحنان. اهدي يا حبيبتي، هو خلاص مشي. صدقيني انا هخليه يترعب من مجرد بس انه يسمع اسمك. انا كنت خايفه قوي يا عاصي، كنت خايفه وانت مش هنا. انا بقيت هنا خلاص، اهدي بقى. عاصي، انت مش هتبعد عني صح؟ للاسف يا تالا، انا مش هقدر ابعد عنك لحظه واحده. انا مش عارف انت عملت فيا ايه، انت خليتيني ادمنك يا تالا. انا بحبك وانا كمان بحبك يا عاصي، بس خلي بالك احنا هنتجوز من اول وجديد، انا مش هتنازل عن الفرح. بس كده، من عينيا الاتنين. ابتسمت تالا بسعادة وهو شاركها الابتسامة وبص في عينيها بكل حب. ونقول وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة، وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة. لما تلاقي كل حاجة حواليك بتلخبطك ومفيش حاجة ماشية زي ما كنت متخيل، ارجع لربنا وقوله دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. مفيش راحة حقيقية غير لما تسلم قلبك للي خلقه. وقتها بس هتحس إن أنت مش لوحدك، وإن في حاجة كبيرة بتحميك حتى وسط الزحمة. وصلنا لآخر كلمة في قصتنا النهاردة، بس عالم القصص والحكايات مع توتا وماجي ملوش نهاية. أتمنى تكونوا استمتعتوا بكل لحظة في القصة دي. لو بتحبوا النوع ده من القصص اللي بتشدكم من أولها لآخرها، ياريت تدعموا الفيديو ده بلايك عشان أعرف إنكم حابين أقدم أكتر وأكتر. وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات إيه أنواع القصص اللي حابين أقدمها بعد كده، رأيكم بيوجهني دايما للأفضل. شكرا ليكم كلكم، واستنوني المرة اللي جاية وقريب جدا في حكاية جديدة هتاخدكم لعالم تاني خالص. سلام.